ومرحبا بكم في قناة وصفات هندوشان. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنحضروا فطائر رائعة جدا جدا بحشوات مختلفة، بحشوات بسيطة جدا ممكن تحضروها في آخر لحظة. نتمنى تنال إعجابكم. مكونات أيضا بسيطة وبعجينة رائعة جدا. تبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر، فرجة ممتعة. للمكونات غادي نحتاجو حليب دافئ كوب ونصف، ايضا كوب صغير من الزيت ما يعادل نصف كاس العنبه، اصفر بيضه وبياض بيضه، ملعقه صغيره من الخردل لا موتارد، ملعقه صغيره من خميره الخبز، ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من السكر، ملعقه صغيره من الزعتر، الدقيق حسب الخليط. نتكلموا على مكونات اكثر في طريقه التحضير. اولا غادي ناخذ صفار البيض، غادي نخليوه جانبا ما كنوضعوهش مع العجين. غادي ناخذ الحليب دافئ، ضروري يكون دافئ لان العجينه خاصها تخمر. كوب ونصف، دائما كاس العنبه كاس متوسط. بالنسبه بالجرام غادي نخلي لكم هذا الشيء تحت مكتوب في التعليق، في صندوق الوصف عفوا. عندي هنا كوب ونصف من الحليب، كنضيف له نصف كوب من كاس العنبه ديال الزيت ما يعادل كوب صغير. كنضيف له كنضيفوا ملعقة صغيرة من خميرة الخبز وملعقة صغيرة من السكر. كنحركوا جيدا هاد المكونات مع بعض. وكنضيفوا بياض بيضة، يعني البيضة خدينا الصفار والبياض. الصفار نخليوه لدهن الفطائر، والبياض غادي نضيفوه في العجين، كيعطي واحد الطراوه وواحد العجين كيجي طري. وفي نفس الوقت كنقتصدوا ما كنرميوش بياض البيض. كنضيفوا ايضا ملعقه صغيره من الخردل لا موتارد لتنسيم العجين. كنضيفوا ايضا اعشاب منسمه، زعتر او زعتره القليل، مع ايضا ملعقه صغيره من السكر. كنحركوا جيدا هاد المكونات مع بعض. وكنضيفوا الدقيق الابيض فرينه بالتدريج، يعني ملعقه كبيره. فهذه عندي هاد الملعقه يعني ديال الكاب كبيره تقريبا. هنايا كتهز كل كاب كتهز تقريبا ملعقتين كبيرتين كيف معودكم. كتضيفوا بالتدريج حتى كتجمع العجينه، ولكن العجينه خاصها تلتصق باليدين. كيف شفتوا معايا بسرعه كتحضروا هاد العجينه، ما كتحتاجش لدلك نهائيا. كتاخدوها كتجمعوا العجينه ديالكم بحال كيف كتشوفوا معايا، يعني كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا، كتكون تلتصق. هذا هو السر باش كتجي رائعه. هاد الفطائر كيجيو هشاشين بزاف. فكيف كتشوفوا العجينه كتكون رخوه جدا، كتلتصق في اليدين. ضروري اننا نغطيوها نغطيوها يعني جيدا، وكنوضعوها في مكان ساخن حتى كيضعف الحجم ديالها. في هذه الاثناء غادي نحضروا مع بعض واحد صلصه الجبن. صلصه الجبن غادي نحضروها مع بعض. حشوه يعني من الحشوات، كتاخذوا بيضه مع حبتين من الجبن مع قبصه من الملح، وكنطحنوا هاد المكونات جيدا مع بعض. هذا تكون حشوه من الحشوات. ممكن اضافه القليل من الزعتر او زعتره، ولكن انا هادشي غادي نضيفه من غادي نقوم بحشو الفطائر او البيتزا فطائر، يعني بزوج. ومن بعد تقريبا ساعه العجينه ديالنا خمرات وضعف الحجم ديالها، فهنا كنخرجوا منها الهواء وكندقلكوها واحد الكاكه خفيفه، يعني كتكون رطبه سهله طريه. فهنا ممكن انكم كتديو فيها وكتجيبوا يعني دلكه خفيفه، في نفس الوقت كتخرجوا منها الهواء، وفي نفس الوقت هكا كتديو فيها وكتجيبوها. كنحاولوا اننا نشكلوا دوائر صغيره جدا كيف غتشوفوا معايا. يعني هاد الكميه من الدقيق او هاد الكميه من هاد المكونات هادو كيخرجوا لكم يعني كميه معقوله يعني من الفطائر. ما تحتاجوش انكم تحضروا مثلا كيلو من الدقيق. فانا من الناس اللي كنبغي دائما الدقيق تكون هكذا واحد 400 غرام.
من الدقيق باش كتخرج لي الفطائر اللي ناكلها، يعني ما تخرجليش واحد الكميه كثيره اللي تعبني في طريقه التحضير ديالها. وايضا من بعد كتبقى لنا ممكن تشيط الترمه، لهذا نحضروا الكميه اللي ممكن ناكلوها في هذاك اليوم او حتى اليوم الثاني حتى الثالث، ماشي مشكل. فكيف تشوفوا معايا فانا كنشكلهم على شكل دوائر صغيره ونوضعهم في صينيه الفرن، تكون اما عليها ورق زبده او بدون ورق زبده، يعني حسب الرغبه. وكناخذوا كوب وكنعملوا ثقب في الوسط بهذا الشكل هذا، كنحاولوا نضغطوا جيدا وكنساعدوا دائما باليدين ديالنا باش كيتحيد لينا، وبالاصابع لما لا الا شفتوا ان بعض الجوانب لازم انهم يزيدوا يعني تضغطوا عليهم اكثر، كتعاودوا مره مرتين حتى كنحفروا، يعني كنعملوا هاد الثقب في كل الفطائر ديالنا، كيعطيو واحد المنظر جميل. يعني فطائر بيتزا في نفس الوقت، يعني كيجيو فطائر هشاشين وفي نفس الوقت منسمين. ومن بعد كنغطيو على الفطائر ديالنا وكنخليوهم كيرتاحوا واحد المده 30 دقيقه 20 دقيقه كيخمروا لينا شويه. كيف غادي تشوفوا معايا دابا، فهنايا من بعد ما خمروا كتحسوا ان دوك الحفر اللي وضعتوهم بشي شويه نزلوا، فكتعاودوا كتدوزوا مره اخرى هكا يعني بالكاس يعني بسرعه. فكناخذوا صفار البيض اللي وضعت عليه القليل من الحليب مع القليل من الخل، كندهنوا هنا فقط الجوانب وكنزينوهم باش ما حبيتو تزينوهم اما بالسمسم او باعشاب منسمه كيف انا غادي ندير، يعني كتزينوا الجوانب باش ما حبيتو. اما بالنسبه للحشو اللي غادي نحتاجو فيعني اشياء اللي بسيطه، ما تحتاجش للطهي من غير بصل، اللي خديت بصل وحمرته قطعته على شكل شرائح وحمرته. فهنا كيف غادي تشوفوا معايا غادي تكون فطائر محشيه يعني بحشوات مختلفه بسيطه اللي متواجده في كل بيت تقريبا. خديت هنايا فقط تونه ديال الطماطم عاديه جدا، كنحشي بها بعض الفطائر وكنوضع لهم على الوجه كيف سبق وذكرت بصل محمر، بصل اللي خديته شرائح نزلته في زويته. بطبيعه الحال بناتي معايا كيشوفوا شنو كدير ماماهم، كنبغي دائما انهم يحضروا معايا واخا كيشوفوا شنو كندير بطبيعه الحال ملي كيكونوا معايا في الدار. والبعض غادي نوضع بهم صلصه الطماطم اللي كتكون جاهزه، او ممكن تحضري صلصه البيتزا عادي جدا. فانا وضعت في الوسط ديالهم بصل كذلك وزيتون، ممكن يعني تحشي باش ما حبيتي، لك بغيتي مثلا تحضري حشوه جاهزه باللحم او بالكفته فهذا ممكن بطبيعه الحال بخضر محكوكه. مثلا في مكان البصل تاخدي فقط خضر محكوكه مع توابل كترجع لذيذه بزاف وبنينه بدون اللحم، ايضا كتجي رائعه جدا. فهنا فقط غادي نعطيكم افكار اللي انايا اللي درتها، وفي نفس الوقت افكار ممكن نتوما تحضروها. وكيف شفتوا معايا القطعه الاخرى ضفت لها الجبن اللي حضرنا مع بعض، بيضه مع 3 قطع من الجبن اللي طحناهم، فكنوضعهم كيجيو لذاذين. ايضا كنوضعوا لهم على الوجه اعشاب منسمه، والباقي المتبقي ضفت لهم ايضا التونه والزيتون، ممكن ترشوا لهم على الوجه اعشاب منسمه. ففي هذه الاثناء غادي الفرن يكون مسخن على 225 درجه، كندخلوا الصينيه ديالنا النار من تحت وبعدها النار من الفوق، كنخليوها لتحت النار من تحت واحد مده 10 دقائق، ومن بعد كنطلعوها مده كذلك 10 دقائق. ففي الاول كتكون النار الفرن مسخن على 225 درجه، كندخلوا الصينيه للفرن كنزلوا الحراره ل 200 درجه، كنخليوها لمده 10 دقائق وكنزلوا الحراره ل 180 درجه. يعني من بعد ما كنطلعوا الصينيه ديال الفطائر ديالنا الفوق باش كتكمل الطهي ديالها وكتاخذ اللون وكتحمر لينا، فهنا كنزلوا الحراره ل 180 درجه. وهنا على حسب الفرن كيفاش، ممكن 10 دقائق ممكن 15 دقيقه، فالمهم نتوما كتكونوا مراقبين الفطائر ديالكم. انا فقط كنعطيكم بالتقريب ولكن ماشي ضروري
قلت لكم 10 دقائق فكتخليهم كتمشيو ضروري، راه كل مره كتطلعوا عليهم طليله كل 5 دقائق. فمن بعد ما خرجت لهم هنايا من الفرن، فوضعت لهم الجبن على الوجه ودخلتهم الفرن اللي هو مطفي ولكن ساخن واحد بضع دقائق، وخرجتهم وقدمتهم بالصحه وبالراحه. متاكده غادي يعجبوكم بزاف بزاف لانهم كيجيو رطبين هشاشين ورائعين، فطائر بيتزا. نتمنى ينالوا اعجابكم الا جربتوهم. خليوا لي هادشي في التعليقات. كنشكركم بزاف 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 على تشجيعاتكم مؤخرا. كاين تفاعل. كنشكركم بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله ننزل لكم جديد كيف ما وعدتكم. ان شاء الله غادي يكون جديد في القناه. كنضرب لكم موعد في حلقه مقبله باذن الله. بصحه وراحه ونهاركم مبروك.